ابنك قالك إنه خلص الواجب، بس أول ما فتحت الكشكول اكتشفت إنه ما عملش حاجة. هنا السؤال المهم، هل المشكلة في الكذب ولا في السبب اللي خلاه يكذب؟ كتير مننا أول رد فعل بيكون عصبية ولوم وكلام زي أنت بتكذب ليه؟ بس الحقيقة الطفل مش بيكذب عشان هو وحش، هو بيكذب لأنه خايف من رد فعلك، خايف من العقاب، خايف يزعلك. وفي اللحظة دي هو بيختار أسهل حل بالنسبة له، إنه يهرب. لما تعلي صوتك هو مش هيتعلم الصراحة، هو هيتعلم إزاي يخبي أكتر وإزاي يكذب بشكل أذكى. لكن لما تهدى وتسأله بهدوء إيه اللي خلاك ما تعملش الواجب، هنا كل حاجة بتتغير. هيحس إنه آمن وإنه يقدر يقول الحقيقة. يمكن يقولك ما فهمتش أو كنت تعبان أو حتى كسلت، وساعتها يبقى عندك فرصة حقيقية تعلمه مش تعاقبه. تقعد معاه تساعده وتفهمه إن الغلط عادي، بس الكذب مش هو الحل، لأن الصراحة هنا مش هتخوفه، هتطمنه. افتكر دايما، طفلك مش محتاج يخاف منك، هو محتاج يحس بالأمان معاك. التربية مش إنك تمنع الغلط، التربية إنك تعلمه إزاي يصلحه. وقبل ما تمشي قولي في الكومنت لو كنت مكان الأم كنت هتتصرف إزاي، وما تنساش اللايك والاشتراك.